عاشت فاس هذه الفاجعة إثر وفاة 10 أشخاص وأكثر من 5 جرحى. هذه الفاجعة أعادت للواجهة مشكل الدور الآيلة للسقوط. مشكلة الدور الآيلة للسقوط السيد كاتب الدولة ينبغي فيها تحديد المسؤوليات. هذا الدور هادو قبل ما يطيحوا راهم كيعلمونا، إما خلال فصل الشتاء أو بعده بقليل ملي كتشرق الشمس وكتسخنوا ذاك الجدران اللي تاكلت بفعل الامطار. ثم عددها معلوم، اكثر من 4000 دار احصيت. وهل هناك من تحيين لاعداد هذه الدور؟ المسؤوليه المشتركه باش نكونوا منصفين، المنتخب في الوقت اللي غادي يعطي الرخصه للبناء. لكن بالنسبه للاشكاليات فاس وعديد من المدن البناء العشوائي المهدد بالانهيار يكون في اراضي غير صالحه للبناء. وهنا كتكون المسؤوليه ابتداء وانتهاء عند السلطه، عند رجال السلطه للاسف. باش نكونوا صرحاء مع بعضنا، هادو ارواح ديال المواطنين. هاد الناس هادو فاش بناو وفاش عددوا الطوابق فين كانت السلطه، حنا كنعرفوا فاش كنبغيو نصبغوا الواجهه ديال المنازل ديالنا كيوقف عند راسنا المقدم. اذا اين كانت اعين السلطه حين بنيت منازل تفتقر لكل شروط البناء وليس لبعضها؟ ما كاين لا اساسات لا حديد لا حتى شي حاجه، لا مهندس لا والو، وعددوا في الطوابق. هاد الناس هادو صدرات انتهاء لان القرار ديال الاخلاء والهدم صدر. أين هو التطبيق وأين هو التنفيذ ومن هي الجهة المسؤولة عن هذا التنفيذ؟ احنا شفنا أن السلطة ما شاء الله فاش بغات ترحل وتهدم منازل في البيضاء وفي الرباط، شفنا السرعة وشفنا يعني واحد الانخراط قوي. حماية أرواح الساكنة أولى بهذا. شكرا السيدة النائبة. السيد وزير. شكرا سيده النائبه. هادشي ديال البناء العشوائي راه كان قديم، هذه 20 سنه. دابا الحمد لله ما بقاش هادشي، ولات هناك واحد المراقبه كثيفه. هادشي اللي كان قبل خص الحلول ديالو، واش الاعاده ولا الترحيل هذا غيجي من بعد. بالنسبه لهذه فاس بغيت نتكلم عليها. فاس هادشي وقع في 2018، هناك القرار ديفاكياسيون اللي دار في 2018، بقى من 2018 2019 2020 2021 فهي مسؤوليه رئيس الجماعه، رئيس المقاطعه اللي كان يتبع ذاك الملف ديالو ويضرب كبير ويدير يتبع القوه، يمشي يقلب على كيفاش يخرج دوك الناس، ماشي يخليو دوك الناس حتى يموتوا دابا. هذه مسؤوليه كنعاودها ديال رئيس المقاطعه وديال عمده مدينه فاس في هذيك الوقيته. شكرا. شكرا السيد وزير.